ما لقيتش معايا غير 40 جنيه وانا لوحدي في الشارع. قلت اقعد في مكان اكلم حد يجي لي يجيب لي فلوس. لقيت مكان بالصدفه اسمه لوموس في محطه الرمل. قلت اطلع اقعد فيه بقى ونشوفه مع بعض كلنا. قلت اتمرجح شويه بقى لحد ما الولا بودا يجي. اخيرا جالي وقلت له بقى مش هتمشي من هنا غير اما نقضي اليوم كله هنا. اول اوضه بقى في المكان دي تقدر تكتب فيها اسمك واللي انت عايزه. طبعا بقى انا حبيت اكتب اسمي واعمل بصمتي في المكان. وقلنا نشرب بقى 2 ايس كوفي عشان نلعب اللعبه الجامده. عايز اقول لكم بقى ان ال 30 جنيه شامله الالعاب دي كلها، تقدر تختار اي لعبه وتلعبها. فاحنا اخترنا اللعبه دي وبجد استمتعنا قوي باللعبه. وكمان عندهم اوضه بقى فيها بقى بلاي ستيشن واوضه مكيفه وتقدر تلعب اي لعبه انت عايزها. بس انا اخترت سبونج بوب. وفي اوضه مكيفه كبيره قوي تقدر تتجمع انت واصحابك فيها تلعبوا او تذاكروا فيها. وفي ميزه حلوه قوي في المكان انك تقدر تجيب اكل من بره وتطلع تاكل فيه. وكمان اسعار المشاريب من اول 20 لحد 70. لقيت مشروب شبه السنافر كده قلت لازم ادوقه واجربه. وكمان الديزرت عندهم بتبتدي من اول 30 ل 70. مفيش اسعار احسن من كده بجد. وبجد المكان روحه حلوه قوي والديكور بتاعه جامد زي ما انتم شايفين. ده ديكور الحمام. انتوا متخيلين نروح المكان ده ازاي يا مصطفى؟ شايفين لوموس اهو على رصيف كشري على السخن هناك اهو في محطه الرمل. وبجد بقى روحوا واتبسطوا واكتبوا اسمكم هناك.